السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وعافية. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض زيتون مخلل بطريقة سهلة ومضمونة، يطلع معاكي مقرمش وطعمه تحفة. يلا بينا نشوف الطريقة والخطوات واحدة واحدة. اول حاجة يا حبايب قلبي هنجهز الزيتون ونختار الحبات تكون سليمة ومفيهاش اي كدمات. لو في اي حباية طرية ولا حباية مثلا فيها جنب مش كويس او كده ممكن نشتلها، ونغسله كويس جدا بالميه، واهم حاجه نصفيه من الميه بقى بعد. دلوقتي يا حبايبي الزيتون اللي معايا دوت اسمه زيتون عزازي او عجايزي، على حسب بقى ما هو ايه، على حسب ما هو اسمه ايه في بلدكم، يعني هو في بلدنا اسمه كده. جهزت الزيتون، وطبعا يا حبايبي بنحتاج مع الزيتون ليمون مقطعينه شرايح، وجزر مبشور، ودي هريسه شطه، وديت شطه، ودي شطة اللي عاملين منها الهريسة. خدت كده حبة على جنب كده، ومعانا عصفر وحبة البركة وليمون عصرينه. وده يا حبايبي الزيتون بعد ما غسلته وصفيته من اي مية. ودي الشطة عندي هما نوعين يا جماعة، شطة سوداني وشطة تانية جايبينها من السوق، وليمون قطع شرايح، ودي العصفر وحبة البركة. ودي ايه باقي مكوناتنا يا جماعة. اتمنى تتابعوني، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. ده يا حبايبي الزيتون انا نقيته وحشت منه اي زيتونه وحشه. ودي شطه سوداني، شطه سوداني دي بتبقى حاره جدا. وده عفوا معلش بقى التصوير، يعني ايه التصوير على قد كده. طبعا يا جماعه شفتوا بوريكم الزيتون، بقول لكم انا نقيته وحشت منه كل الزيتون، اي زيتونه وحشه حشتها وغسلته جدا، وزي ما انتم شايفينه تمام. دلوقتي بقى انا فضيته على الصينيه ديت كده عشان ايه احط بقيه المكونات عليه واقلبهم في بعض، بس لقيت الصينيه صغيره فهغيرها دلوقتي واحطها في حاجه تانية. تابعوني. ده يا جماعه الجزر اللي بشراه، لازم نحط الجزر معاه عشان بيسحب المراره اللي في الزيتون، وطبعا بيخلي يعني الزيتون ريحته جميله جدا. هنا يا جماعه كنت نقلت الزيتون في حاجه تانية عشان لقيتها صغيره في صينيه، وقلبت مع الشطه. دي الشطه يا جماعه خلي بالكم عشان الشطه دي بتبقى حاره جدا، يعني بتحرق الايد، ولو في اطفال ما يبقوش يعني ابعدوهم عنكم. بس عامه انا كان ولادي كانوا جنبي انا بعمل حاجه يعني بقول حاجه سبحان الله ما اعملش بيها. فحطيت هنا برضو جزر تاني. ودلوقتي يا جماعه هنحط الشطه ديت، بحب اقطعها كده بتدي يعني لون، وبتدي برضو طعم. ودي الهرس الشطه اللي انا فرماها في الكبه بدون اي اضافات، يعني غسلتها وقطعتها وفرمتها في الكبه بس تمام. ودلوقتي ده الليمون اللي انا مقطعاه شرايح. الليمون بيسحب المراره جدا من الزيتون، يعني ويعتبر برضو كمان ماده حافظه تمام. وده عصفر هديته بس تحميصه كده على النار، حطيته في المقلايه وقلبته شويه كده يا دوبك خد حراره المقلايه كده، ومع حبه البركه. وما نكترش يا جماعه حبه البركه عشان بيسود الزيتونه. وده شويه زيت، يعني مكتريش معلقتين عشان خاطر يدوا للزيتونه لمعه كده. وحطيت 3 فصوص توم وكم ورقه حبه بركه كده، ونقلب بقى. ودلوقتي يا جماعه قلبناها تمام. قلبنا زيتون، وزي ما قلت لكم لو في اي اطفال ابعدوهم عنكم عشان الشطه بتبقى حاره جدا، ولا قدر الله ممكن طفل يجي في عينه حاجه، يجي في ايده حاجه. لا دي بنت عادي بتعمل لكم لايك عشان اقول لكم ان دي بنتي كانت جنبي تمام. ودلوقتي هنقلب معذره على الاطاله يعني. ان شاء الله يا جماعه استنوني في وصفات كتيره جايه جديده ان شاء الله. في بقى شغل حلويات، اي حاجه جديده عامه، ترندات بقى كده. دلوقتي يا جماعه الميه ديت انا كنت غلياها وسايباها تبرد، يعني غليها من الصبح وسبتها تبرد براحتها عشان نطلع لو حطيتي ميه مثلا من الفلتر او اي حاجه بس ما تكونش مغليه بتزود البكتيريا في الزيتون. الميه المغليه بتحوش البكتيريا وبتمنع الريم. وحطيت على الميه معلقه هريسه الشطه، و3 كوبايات عصير ليمون، ومعلقتين سكر. بس السكر بقى معلش ما جاش في التصوير. السكر بيخلي الزيتون مقرمش وبيخليه تحفه كده، يعني ماده حافظه عامه يعني.
تمام. والملح بقى بصي انا بحط الملح كده يعني ايه بالمقدار، يعني انا بعمل الملح بالمقدار كده. دلوقتي انا بحط الملح اهوت وهنقلب، وان شاء الله هنحطه هنحط على الزيتون. اهم حاجه ما ننساش عصير الليمون. تمام. دلوقتي يا جماعه احنا يعني كبسنا البرطمانه جدا، ما خليناش فيها اي هواء، عشان الهواء، عشان لو البرطمانه فيها مكان يعني فيها مكان فارغ يعني ده بتخلي البكتيريا تنشط. تمام. واحنا هنقفل وش البرطمان كده بالزيتون عشان يمنع اي يعني عفاكم الله يعني اي ريم او اي حاجه من اللي هي بتتكون على وش المخلل. تمام. ودلوقتي بقى هنفضي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنفضي المحلول اللي احنا عملناه. تمام. وان شاء الله كده ايه ده بوريكم المحلول، يعني بوريكم يعني ان انا حاطه برضو بحب اللون يبقى محمر شويه كده. وده هنا انا بعرفكم ان انا قفلت وش البرطمانه بالليمون اللي هو اللي انا بشراه. العصر بتاع الليمون يا جماعه انا يعني ايه ما بحبش احطه بصراحه، يعني بحس ان هو ملوش لازمه كده. تمام. فانا عصرت الليمون وصفيته ورميت اللي هو القشر بتاعه. دلوقتي يا جماعه هنفضي المحلول هنحطه في قلب البرطمان. تمام. معلش انا بعتذر جدا على الاطاله، انا بس ايه عشان اول مره اسجل وكده، ف يعني إيه شويه كده. دلوقتي احنا خلصنا اهوت وبعرفكم يعني ان ده بيبقى شكل البرطمانه يعني من بره وكده. تمام. دلوقتي يا جماعه انا خلصت. يا جماعه الزيتون ده ان شاء الله احنا هنخزنه رمضان. لو مش هتخزنيه رمضان ممكن بقى تشوقيه، ممكن تحط له خل، الكلام من ده بقى بتقفلي وش البرطمانه خالص بالزيت عشان خاطر ما يعملش اي عفونه ولا اي ريم ولا الكلام من ده. بتقفلي البرطمانه يعني بتحطي طبقه زيت حلوه يعني شويه كده، يعني ما تستخسريش زي ما بيقولوا. وده يا جماعه احنا كنا خلصنا كده يا جماعه، خلصنا الحمد لله. ودوت انا صورت دوت تاني يوم بالظبط، عشان ايه اول يوم كان الجو يعني النهار خلص وكده وكنت عايزه الاضاءه تبقى قويه شويه عشان ايه تشوفوا الحلاوه بتاعه الزيتون. ان شاء الله استنوني في وصفات كتيره جايه، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وتحطوا لايك جميل كده، وتعملوا اشتراك. وبحبكم في الله. وفي الاخر كده نصلي على رسول الله، وما ننساش نسمي قبل ما نعمل اي حاجه نعملها يا جماعه، نبدا بسم الله. بسم الله دي بيبقى فيها البركه وفيها كل حاجه، تلاقي الحاجه فيها بركه كده. وبكده يا حبايب قلبي خلصنا الزيتون بتاعنا. سيبوه بقى ياخد وقته وان شاء الله يطلع معاكي مقرمش وطعمه تحفه. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناه لقمه هنيه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واكتبوا في الكومنتات بتحبوا الزيتون المخلل ازاي. اشوفكم في وصفه جديده. دمتم بخير وبألف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.